للطافه وظرافه كبار العيله. انت صايم ولا زي كل سنه؟ سؤال قفيل يقفلك عن الصيام وعن رمضان وممكن يوصلك لمرحله المشكله مش في كده، المشكله ان هو كان بيقول لك كده كل رمضان كل رمضان لا وافتح لسانك كده وريني لسانك لسانك ابيض لسانك ابيض لا يبقى انت لا صايم. بص على ضفرك وريه كده لا مش ضفرك دي الحته ودي دي مش عارف طلعها لك كده لو نامت طب ما هي ما بتنامش وانا صايم. يعني معقوله يعني يا جماعه انتوا بتستخفوا بعدين بالشكل ده بالظبط يا فاضل رمضان يا خسر القطه السوداء هتقطع مصارينك، ده اجرام يعني، ده القطه يعني السوداء ده تطرف، ده ارهاب يعني، ده فيلم مش رعب للدرجه دي يعني. دماغك راحت في ايه الخيال القطه السوداء هتقطع مصارينك. طب ليه يا جماعه كده؟ ليه تخوفونا من رمضان؟ لا وفاكر برضو احنا ايه يعني واحنا صغيرين كنا بنستهبل يعني. انا مثلا انا كنت وانا صغير قوي بقى يعني اول ما بدات الصيام كده وبتاع كنت ابدا صوم يوم كامل. كان ممكن مثلا اكل لبان اشرب ميه لا ايه ده ما انا صايم انا ما اكلتش ايام الفقدان انا ما اشرب سيجاره يعني احنا مفيش حاجه دخلت جوه. فاكر كان في فتره كده عشان كان انا مدخن يعني الى حد ما من فين لفين يعني من زمان لما بدات التدخين يعني كان عندنا في فتره كده في فتوى جت ان السجاير مش حرام ما تفطرش باين. ايه ده الناس مش شايفه بتفطر بس ممكن ساعتها كان في ويجي لك هبوط وتقع يعني يعني فاهم انت ما فيش ميه بقى ولا اكل ولا حاجه، فمن كتر التدخين يجي لك هبوط وتقع لحد ما طبعا دار الافتاء طبعا حرمت السجاير. لا مفيش يا جماعه سجاير وده حرام وده يعني. كان في بقى هاك ان انت تعمل ايه بقى يا معلم، تروح وانت بتتوضى مثلا او تروح عامه تقعد بقى ايه وتروح تافف في الميه بقى تقعد تتمضمض كتير على اساس بقى وممكن فاهم اللي هو ايه تاخد لك شفطه كده فاهم يا ده دخلت لوحدها ما خدتش بالي. انت بتتوضى بالظبط ايه ده يا ربي طب اعمل ايه وتقعد تتف. انا كنت زي كده كنت رايح احضر ميه متلجه ارطب بقي رحت اتف في ميه تاني بس عايز ارطب بقي خلاص بالظبط لو اي ترتيب. لا يعني ممكن بقى موضوع انك ممكن تكون نسيت بقى فاهم اللي هو يا ده انا نسيت بس يا لا في ناس كانت بتنسى بجد. احنا اول يومين يعني بحس اول يومين ممكن تبقى صح كده يروح يضرب لك بقه ميه. هي دي حقيقه يعني انا في العادي ما بعرفش انام غير ما يكون جنبي ازازه ميه. بصحى مخضوض جدا بشرب ميه انام. فما بيجي فعلا رمضان ده بحاول امنع كل ازازه ميه من جنبي. طبعا صح بشيلها عشان انا عارف ان هصحى مش هفتكر ايه ده النهار اسود ده شربت ميه ايه ده مش عارف ايه. فلا في فعلا بتبقى غصب عني. يعني انا كانت بتيجي معايا اوقات اللي هو ايه يعني انت متعود بقى فممكن اروح على الثلاجه انا مش فاكر يعني عارف انت بتنسى انك صايم. أيوة. لا ده حقيقي يعني. وبعد كده ممكن تفتكر على اخر لحظه بقى او تلاقي حد رخم ايه ده يا محمد انت صايم طب ليه سيبينا ننسى. وبعد كده بص بقى في سويتش غريب ما بين اول يوم وتاني يوم لما بتبقى موضوع ان انت لسه صايم وبحاول ومع رمضان لما بيخلص بتيجي في العيد ايه ده يعني الفجر ايه ده ممكن تاكل دلوقتي ممكن تبقى احساس حلو غريب اللي هو ايه ده فبتقعد تاكل بفتره اللي هو انت مش مصدق ده. على فكره حصلت انا رمضان اللي فات اول يوم العيد الصبح طلبنا فطير سجق يعني كان قبل صلاه العيد كده خلاص بقى انت خلاص بقى وتاكل بسكوت ومش عارف تفضل بقى تعوض بتاكل بشكل غريب اول ما اخر يوم انت بتقعد تاكل انا في اليوم ده كنت باكل وبشرب في 3-4 ساعات. هو اكيد في ليكوا اكله مفضله تحبوا تفطروا بيها اول يوم في رمضان؟ كان ايه الفطار اول يوم رمضان ده في البيوت المصريه كلها لازم محشي ستاندر محشي وممبار ده ستاندر صينيه الرقاق باللحمه المفرومه شرب العصفور. انت بص بتلاقي كل خيرات ربنا بتنزل في اليوم ده على السفره في اليوم ده وبعد كده تبدا تسخن بقى وتاكل اي حاجه تاكل اي حاجه تاكل بقى البواقي تاني وتالت لحد ما تخلص فاهم. انا عايز اتكلم في حاجه في خصوص حوار ده والله كنت فعلا عملتها من فتره كده كان حاجه في يعني عملتها مع حد فعلا كانت حلوه قوي بس بطريقه سخيره اللي هو فكره انت مش فاكر الارقام عشان بس ما تحسبش عليها. كان حسبوا كام رقم في الوطن العربي كميه الاكل المهدر اللي بيترمي في الزباله. يعني جماعه ده بيقول لك اطنان ارقام متخلفه. دي حقيقة. فكره ايه احنا مثلا دلوقتي لو احنا 3 اخوات مثلا ومعانا ابونا وامنا رايحين ناكل قشطه تمام. المصيبه لما بيكون في عزومه العائلات يا جماعه كميه اكل بيتعمل بهرجه عشان مين يعلي على مين. والمصيبه ان كل ده والله بيترمي في الزباله وفي ناس يعني بجد مش لاقيه تمره تفطر بيها. ما هو ده اللي احنا كنا يعني بنتكلم فيه بجد ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه على فكره الاسراف ان الناس بتجيب اكل بشكل مبالغ فيه جدا وده بيزود الاسعار للاسف. يعني ده بيقول علينا سلبي يعني انت لو جيت فكرت في الموضوع احنا لما بننزل نشتري بالكميات الكبيره دي الناس بتستغل ده حقيقي. ايوه والتجار بيستغلوا ده طبعا لان الحاجه بتبقى قليله فبيبدا يدور بقى في استهلاك كتير فتبدا الحاجه تغلى وهو كمان يغلي من عنده. بنصعبها على نفسنا يعني